عرض جميل مثير للجدل. وحين يوجد الجدل حول عرض مسرحي يكون هناك إبداع. نحن دائما نأخذ التكوين المسرحي في تونس قدوة للعالم العربي، وهذه الفرقة قدرت إنها توجد مكانها باحتراف، رغم إنهم غير محترفين معظمهم. يعني علاقتي بأيام قرطاج المسرحية بدأت من 87. كنت مشاركة بعرض مسرحي لدولة قطر، وكنت أنا الممثلة الأردنية المشاركة في هذا العرض. وبال 92 شاركت أيضا بمهرجان قرطاج المسرحي بمسرحية روزانا وبناتها يبحثن عن أيوب. توالت الزيارات إلى أيام قرطاج المسرحية كعضو من أعضاء الوفود اللي موجودة، توجت هاي المسيرة مع أيام قرطاج المسرحية في تكريمي السنة الماضية في المهرجان. يعني شوفي، نحن دائما نأخذ التكوين المسرحي في تونس قدوة للعالم العربي، وإلنا في الأردن دائما لما بيكون في عرض تونسي يحرص الجميع على حضور هذه التجربة، لأنه المسرح التونسي متنوع المدارس، دائما بيطرح كونتنت، بيطرح فكرة بطريقة مختلفة عن الأخرى، فتجدي مدارس عدة بالطرح في المسرح التونسي، بالإضافة ل يعني تمكن الفنان على المسرح التونسي، تمكن المخرجين برؤى جميلة، رؤى خارج الصندوق. دائما في إبهار في الأعمال التونسية من ناحية أدوات العرض المسرحي ومن ينتمي إلى هذه الحالة المسرحية للأمام. يعني أول إشي بشكر النجم والفنان الممثل والمخرج الأستاذ معز القديري على إنشاء هذه الجمعية، أو يعني الفرقة، فرقة 77. وكانت تجربة بث تجريبي سعدنا جدا بأنها تكون موجودة في الأردن. أثرت مهرجاننا المسرح الحر، مهرجان المسرح الحر، بهاي التجربة الرائعة العظيمة من ناحية المضمون. يعني المضمون الفكري في هذا العمل كان رائع، وكان يلامس هم الناس، وبشخوص هذه المدرسة أو هذه الفرقة قدرت إنها توجد مكانها باحتراف، رغم إنهم غير محترفين معظمهم، يعني كما فهمت من الأستاذ معز. فكان عرض مبهر، عرض جميل مثير للجدل. وحين يوجد الجدل حول عرض مسرحي يكون هناك إبداع، طبعا الجدل الإيجابي نحن بنحكي. وكان عرض مبهر، عرض جميل بشخوصه، بفكره، بإخراجه، سعدنا جدا فيها.